مولاي يا أبا الحسن أعهد عهدك وأوصي وصيتك بأن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم رأسك. يقول شاف الطبيب وصى مولاي الحسن سلام الله تعالى عليه وخرج من الدار. قال يا مولاي يا حسن يا ابن أمير مولاي إن دواء أمير المؤمنين هو اللبن. يقول طلع هذا قام ينادي إن دواء إمامكم هو اللبن. على أي حال جاءوا الأيتام حاملين ذلك اللبن واقفين بباب المولى أمير المؤمنين. شي ينادون شي يقولون؟ بويا تنوح بالباب تنوح بالباب قامت يتامى تنوح بالباب. أنا ويا عظم المصاب يا عظم المصاب وتنادي بيا عظم المصاب. بويا غالي بويا لا حلو طاب اي والله لا حلو طاب انا والعيش عقبك لا حلو طاب. ويا ملتمين كلهم يا موالي هذه الليلة الثانية ما حد وقف على بابه وقالوا وش دردون ما دردون. يا ابويا بالتمي الكلوم بالتمي الكلوم انا وبالباب بالتمي الكلوم. بويا تغيب عنهم تغيب عنهم وشلون اليتامى تغيب عنهم. عقبك بعد ياهو اليلموم ياهو بعد يتفكر له. وهنا المصيبة. يقول لما دخلوا الأيتام على أمير المؤمنين وأعطوه ذلك اللبن يقول طلع مولاي الحسن وقال هم بعد كل من ياخذ راحته وطلعهم من الدار. رجع للدار من تلقاه؟ تلقيته كعبة الرزايا زينب سلام الله. قالت له شقال غنى شقال غنى خزن خويا الطبيب شقال غنى. ويا شقال غنى شقال غنى حزن خويا الطبيب شقال غنى يظلمونا لو نقطع الظل. اي قعدت يمه قالت لاخويا حزن خويا قل لي ايش قال الطبيب يظلمونا لا يغيب يا بايع. الله يعطيه العافية الشيخ ذكر موقف الوصية وبكت زينب يم أمير المؤمنين قالت لا أريد واحد من أخوتكم يكفن وكفلها أبو فاضل. واحتاجت بذاك اليوم هواي احتياج لأمير المؤمنين وهواي المولاي أبو فاضل. شو وقت أريد أقول له يا مولاي يا أبا الحسن كنت خايف عليها بحياتك شلون بحالك لو شفتها بذيك الليالي وذيك الأيام صار بالله. يقول ليلة 11 زينب عليه السلام واقفة جمعت العيال والأطفال وتنظر سوف الغري وتنادي يا بالغاية وثغثنا يا علي أدركنا. وإذا بسوادة قد أقبلت قالت يا سوادة شمري عنا إن كنت تروعينا فنحن مروعات وإن كنت تسلبينا
فن عنب الزلفات قلب تلقى السواد نبوه واجعل هذا لحاج من تلك السواد ابوك علي هذا اللي حاجيك اولى الحراسه يا زينب جيت لي ويلي عليك ويلي عليك ويلي على خوتك ويلي عليك. الله. درت زينب بأنه أمير المؤمنين قد حضر. هلا أبيات هاي وأسألكم الدعاء. يقول قامت تسولف ويا علي بويا علي بويا لي أجلس لي أجلس علي بويا جاني أجلس بويا فزاع فزاع ردك تجلع حسين فزاع يا بويا من شفته يتقلب على القلب. وبعد زينب استثارها قالت له علي بويا جاني اشماجي من طباوي الخيمة وحرقاوي. يقول هنا رادت فرد شيء بكت بكاء عال. سألها قال شنو صار؟ قالت لابويا بويا وقفت على جسد الحسين وسالفت وياه اخر الممر اخر المطاف. ايش قالت له؟ قالت له على ريحة الخوة لحقتك على ريحة الخوة وذبيتني على الغرب قوة اخويا ترى انا ماخوذتني حسين قوة ترى انا ماخوذتني حسين قوة قوة قوة. اقعدي وشوفي الشمر بياش سوى صوت على مدن تلو. زينب ايش قالت له بعد خويا؟ حسين خويا حسين مني انا اجيلك والطرق ملزومه ولا مني انا اجيلك والطرق ملزومه. حسين خويا طولت النوم قالت شلون نوم شلون نوم نايم اخي شلون نوم. ومن بعد الذبيح سلبه وهدومه اي والله سلبه وهدومه سوته. يقول دارت وجهها صوب المدينة نادت أمه يا زهراء تعال شوفوا وليدك ايش حاله. قالت تعالي تعالي يا فاطمة يمه تعالي يما وشوف كربلاء جزوت بعالي يما بغير والي عقبه بقيت بغير والي عقبه بقيت بغير والي. إلهي بأمير المؤمنين إلهي بعلي اشفي صدر علي بظهور صاحب. خذ
هو هم موقف من كربلاء ويحسب إن شاء الله. قول لما رجع مولاي سيد الشهداء من أخيه أبا الفاضل يده على خاصرته دموعه على لحيته، نظرت إليه زينب وحدودة بالظهر: خويا متغير حالك أبو علي، شبيك؟ قالت له: جاي لي أنا جاي لي أنا حسين خويا وحدك جاي لي وانا ابن والد العباس ويانا يقلها على النهر عفته مطبرين مقطوع يزراوي. انا ما ودعت ابو علي، ظلت حسرة وداعة بقلبي، كون اسولف ويا زينب منا وسولف على خيك. سولفت وياه قالت: خوي راح مني بيشع وظن وانا بعاسته واليوم اريده اخوي شع وظنه وانا بعاسته واليوم اريد ان مشتاق على طوله ورد اشوف قلنا مشتاق على طوله ورد اشوف قلنا ورد اشوف قلنا اخويا شبقة عيد اشوف اولاد بس انقطع حبل الوصل وانقطعت الظن وبعد هيهات اخونا ما يرد. الهي بعلي اشفي صدر علي بظهور صاحب الزمان جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه بمحمد وآل محمد. اللهم أقم هذه المجالس وأدمها علينا واجعلنا من العاملين عليها والعاملين بها بحق محمد وآل محمد. إلى وجه الله وشرف النبي، إلى روح الأئمة الطاهرين، إلى روح أماتكم جميعا، إلى روح المولى أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة معطرة بذكر محمد وآل محمد.